قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فمرحبا بحبايبي الحلوين في حكايات عم محمود. لقائنا لليلة مع موضوع مهم جدا جدا، بس قبل ما نبدأ الموضوع بنتعرف على نجومنا الكبار. كل واحد يعرف اسمه كده بسرعة. محمد أحمد. ها اللي جنبه على طول. أحمد محمود. سيف ربيع. ها عبد الله طه. يلا اللي جنبه. محمد ربيع. ها الصوت عالي جدا عندي. عبد الوهاب حسين. الصوت عالي جدا في محمد الخارجية، مرزوق. مش عارف اسمع، مش عارف اركز معاه. علي. ها اللي جنبه. عز. اللي جنبه على طول. حبيبي أحمد. يلا ادي اللي جنبه، ادي اللي جنبه على طول. حبيبي أحمد. يلا اللي جنبه. أميرة مرزوق. شيرين أحمد. آيات خالد. منة الله خالد. إيمان عيد. اللي جنبه قولي اسم. أحمد طبي. واللي جنبه. هدير محمود. نهى. اللي جنبك. نوران. يلا اللي جنبك. ندى محمد. ادي اللي جنبك على طول. يارا ربيع. يا اهلا وسهلا. يلا يا ساره. سارة محمود علي. يلا اللي جنبك قول. رويدة أحمد خليل. ادي اللي جنبك. اسمك ايه؟ طب ادي اللي جنبك. مروة محمد. ادي الاستاذنا اللي قدامنا، ادي له اهو. ها يوسف طه. اهلا يوسف. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، واهلا بكم مرحبا في برنامجكم حكايات عم محمود. هنتكلم النهارده عن موضوع مهم جدا جدا جدا، والموضوع ده كل حبايبنا محتاجينه، الموضوع في غايه الاهميه. هنتكلم النهارده عن التواضع. حلو قوي التواضع، صح؟ وحش قوي لما واحد يبقى ماشي متكبر وحاسس ان هو كده حاجه كبيره، وحاسس الناس دول كلهم ولا حاجه، وهو بقى احسن واحد في الدنيا ومفيش حد في الدنيا دي زيه، وان هو يعني الكبير بتاع الدنيا دي كلها، وانه اكتر واحد عنده علم، واكتر واحد جميل، واكتر واحد عنده لبس حلو، واغنى واحد، واحسن واحد، واعلم واحد. اللي زي دوت يا حبايبي بيضيع نفسه في اسرع وقت وبيسقط في اسرع وقت. انما الانسان اللي بينجح مين يا حبايبي؟ المتواضع. ليه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام عم مدني بقى لسه جاي من كان بيحج في السعوديه ومش سامع صوتكم بقى. يلا سمعوا صوتكم. عليه الصلاه والسلام. النبي عليه السلام كان ايه؟ كان بيقول من تواضع لله رفعه الله. اللي يتواضع حبيبي ربنا يرفع قدره، يرفعه في العلم، يرفعه في التقوى، يرفعه في الخلق، يرفعه في كل شيء، في الغنى، في المال، في الثروة، في العلم، في الدعوة، في حب الناس، يرفعه في كل حاجة بفضل الله سبحانه وتعالى. من تواضع لله رفعه الله. شوف ربنا بيقول ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. عباد الرحمن بجد الناس المتواضعين اللي بيمشوا كده بالراحة ومتواضعين، وبيبصوا للناس ببساطة ومفيش كبر، ما بيبصش للناس من برج عالي كده. ولذلك ربنا ليه؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. خد بالك، ولا تصعر خدك للناس. يعني ايه؟ بعض الناس لما يكلمك يروح رافع وشه كده ومكلمك ايه وهو بيبص لك من فوق كده ومتعالي، تمام؟ تصعير الخد كده، تمام؟ ولا تمشي في الارض مرحا. ما يبقاش الانسان ماشي كده متكبر ونافخ نفسه وفاكر نفسه ان هو احسن من كل الناس ديت. ده من ضمن الاشياء اللي ربنا حرمها. بل يعني الكبر ده عياذا بالله ممكن يوصل صاحبه عياذا بالله للنار ويتحرم من الجنه بسبب الكبر. تعالوا نشوف احوال النبي صلى الله عليه وسلم مع التواضع. قد ايه النبي عليه الصلاه والسلام كان سيد المتواضعين. حبايبي الحلوين، احنا اسوتنا وقدوتنا في مين؟ في مين؟ في النبي. ها عليه الصلاة. هو ده بقى اسوتنا وقدوتنا. تعالوا نشوف هو كان بيعمل ايه وازاي كان متواضع، وازاي عمره ابدا 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 ما كان عنده كبر خالص صلى الله عليه وسلم. وهو اللي قال كده: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر.
عياذا بالله. النبي كان مرة من مرات يا حبايبي الصحابة دخلوا عليه، خليكم معايا سيبكم من الشاشة. النبي دخل عليه الصحابة فلقوا النبي نايم ايه؟ تخيلوا نايم فين؟ نايم على حصير. تخيلوا يا حبايبي، حد فيكم مرة جرب ان هو ينام على حصير؟ يعني نومة الحصير صعبة جدا. يعني انتوا ما شاء الله بتناموا على سرير حلوة وعلى اسفنج وعلى مراتب تاكي وممكن او مراتب قطن، المهم يعني بتناموا نومة حلوة ومريحة وجميلة، صح كده؟ طيب النبي بقى صلى الله عليه وسلم وهو بقى سيد ولد آدم. طب خلي المايك حبيبي معاها، خلي المايك معاها لما تتكلم هقول لك انا، واخد بالك؟ فالمهم ايه اللي حصل يا حبايبي؟ دخل لقوا النبي عليه السلام نايم على الحصير، والحصير راح مأثر في جنب النبي صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد الله بن مسعود قال له يا رسول الله طب ما نجيب لكش كده يعني فراش كده لين كده تنام عليه يا رسول الله؟ قال لهم مالي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. بيقول يعني ده الدنيا دي كلها كأنك بس توقف شوية كده تحت شجرة وهتمشي من الظل ده وماشي، يعني الدنيا دي ما تسويش أي حاجة ومحدش هيقوم فيها فترة كبيرة، حتى لو هتقعد فيها قد ايه 60 سنة 70 سنة بالنسبة يعني للدنيا والعمر الدنيا دي كلها ولا حاجة، صح ولا لا؟ وبالنسبة لأيام الله سبحانه وتعالى ولا حاجة، وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. خدتوا بالكم يا حبايبي؟ فايه يعني 60 سنه ولا 70 سنه ولا حتى 100 سنه ولا حاجه. شفت قد ايه؟ في يوم من الايام يجي النبي عليه الصلاه والسلام ويلاقي واحده ست فقيره جدا جدا من اماء المدينه، بتقول له يا رسول الله انا عايزاك في موضوع كده مهم. واذا بالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه، هو مين؟ وهو سيد ولد ادم ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائد الأمة، ورغم ذلك يمشي معاها ويسمعها لحد ما تخلص كل الكلام اللي عايزة تقوله ويتواضع لها النبي صلى الله عليه وسلم. وفوق ده كله كمان يا حبايبي النبي كان في قمة التواضع في بيته. بيته كان بسيط جدا يا حبايبي. تخيلوا النبي بيته قد ايه يا حبايبي؟ حد منكم متخيل بيت النبي كان قد ايه؟ ها سهر قد ايه؟ كبير؟ ابدا ما كانش كبير. ها اديني المايك اللي ورا. ها كان صغير. كان صغير جدا لدرجة انه لما يعوز يصلي قيام الليل يا حبايبي ويعوز يسجد بقى ويعني ينزل عشان يسجد، كان يلاقي امنا عائشة نايمة والأوضة صغيرة خالص فبدى رجليها فيغمسها في رجليها عشان تلم رجليها عشان هو يعرف يسجد، وبعد كده لما يقوم يغمزها عشان ايه؟ تمد رجليها مرة ثانيه. وده مين؟ سيد ولد آدم اللي لو حب ان جبال الدنيا دي كلها تبقى معاه ذهب كانت تبقى ذهب معاه. تخيلوا يا حبايبي سبحان الله. هنكمل ان شاء الله مع موضوعنا عن التواضع، بس برضه عايزين نظهر شويه مواهب كده جميله. يارا انت عندك نشيد قلت لي عليه جميل جدا، عايزك تقربي المايك كده وتقولي النشيد الجميل ده. يارا اتفضلي. محدش يعمل صوت ويارا بتعمل نشيد يا حبايبي. من الاول يارا اتفضلي. الأقصى نادى والندى غالي ويهون عشان العمر لو غالي، رافض أشوف الغدر حر طليق، رافض أدوق الزاد وأخويا غريق، بحلف يا قدس بربي وسماكي لا تعودي زي ما ربي سماكي، أرض الطهارة وعيسى والرسالات، معرج محمد للسبع سماوات، يا رب نولنا الشهادة هناك، يا رب اوعدنا بنترجاك، مليون عريس وعروسة والفرحة كتبوا الكتاب والدمعة الطرحة، رايحين بشوق على جنة الخالدين، زفة وملايكة منورة فلسطين، بحلف يا قدس بربي وسماكي لا تعودي زي ما ربي سماكي، الأقصى نادى والندى غالي ويهون عشان العمر لو غالي. ما شاء الله يا يارا، ربنا يبارك في عمرك. النشيد ده احنا باعتينه النهارده هديه لحبايبنا من اهل فلسطين، ربنا يا رب يفرج همهم يا رب العالمين ويفك الحصار عن اخواننا في غزه. قولوا امين يا حبايبي. معانا تليفون حد عايز يقول امين برضه. السلام عليكم. مين معايا؟ فاطمه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فاطمه؟ الحمد لله. كيف حالك؟ الحمد لله. عندك كم سنه يا فاطمه؟ عندي 10. 10 سنين. سامعه الموضوع احنا بنتكلم فيه يا فاطمه؟ ايه رايك بقى في موضوع التواضع بقى؟ حلو؟ يا استاذ. انت متواضعه يا فاطمه ولا مش متواضعه؟ شفت بقى التواضع جميل، بيخلي الإنسان عنده يعني ربنا بيرفع قدره ويحببه للناس ويحبب الناس فيه بفضل الله سبحانه وتعالى.
إيه انا رأيك؟ بحبك في الله يا شيخ. ربنا يخليك يا فاطمة، تيجي تنورينا يوم السبت الجاي يا فاطمة إن شاء الله. بس واختي واخويا. عينيا حاضر. عندهم كام سنة؟ هاجر أيوة. واحمد. عندهم كام سنة؟ هاجر عندها 7 سنين. أيوة. واحمد عنده ها المهم مش مشكلة، بس أقل من 5 سنين بلاش، ماشي؟ ماشي. ربنا يبارك فيك حبيبتي وجزاك الله خيرا فاطمة. طيب نكمل حبايبي. لا عايزين نسمعها أعلى شوية. تخيلوا بقى حبايبي بقى، كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل ايه كمان لما يكون في البيت؟ انتوا عارفين ايه، في رجاله لما يخش البيت يحب اول ما يخش البيت الزوجه قاعده تقوم على طول فكاله الحذاء وملعه الجاكيت بتاعه وتقعد بقى تخدم عليه ليل ونهار، وده جميل، وميه بملح في رجليه ومش عارف ايه، وتقعد تعمل له مساج وتقول له مساج الخير وبعدين يقول لها مساج النور، المهم يعني ايه وتقعد بقى يعني ايه. لا النبي عليه الصلاه والسلام كان بخيط الطب بتاعه هو في البيت. شوف تخيلوا سيد ولد آدم اللي هو قائد الأمة كلها اللي مسؤول عن ان هو يدعو الدنيا دي كلها إلى الله، ورغم ذلك كان يخيط الطب بتاعه ويخصف النعل بتاعه، وأول ما يسمع صوت الأذان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ويصلي ويرجع، وكان يداعب أمنا عائشة وكان يتبسط معاها وكان يسابق أمنا عائشة ويجري معاها صلى الله عليه وسلم، وكان يخليها تتفرج على الأحباش وهم بيلعبوا بالحراب في المسجد. تخيلوا كل الحاجات الجميلة ديت بتدل على ان النبي كان افضل انسان متواضع على وجه الارض صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابة حبايبي برضو ورثوا الكلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا في قمة التواضع، كانوا في غاية التواضع حبايبي. على سبيل المثال سيدنا ابو بكر، عارفين سيدنا ابو بكر؟ سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه افضل واحد في الامة بعد النبي صلى الله عليه وسلم. كان سيدنا ابو بكر حبايبي كان متعود يخدم جيرانه ويكرمهم ابتغاء مرضات الله، كانش بياخد منهم لا فلوس ولا اي حاجه، كان بيعملها ابتغاء مرضات الله. طب نقولها بعد الاتصال الجميل ده. معانا هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام يا هاجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عامل ايه يا عم؟ الحمد لله يا هاجر. بحبك في الله. ربنا يبارك في عمرك يا هاجر. عندك كام سنه يا هاجر؟ 5 سنين. 5 سنين، ما شاء الله ما شاء الله. دخلت المدرسه ولا لسه؟ لسه السنه الجايه صح؟ صح. طيب ربنا يبارك فيك يا هاجر. عندك نشيد حلو كده تقول لنا؟ قول يا هاجر. نسيت ايه يا عمي؟ انكل؟ لا انا مش انكل، انا مستر. ما عنديش نشيد بس عايز اجي عندك. تعال يا ست نوريني وانا اللي هنشد لك انا. يلا ربنا يبارك فيك يا حبيبتي. معانا اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ الله يسلمك يا ابراهيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك حبيبي؟ ازيك انت؟ انا احبك بالله. انت مسجون وتعبان ولا ايه؟ لا. لا ما عندكش اي حاجه؟ عندك ايه؟ سورة الماعون. ها؟ الماعون. قول يا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يضع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. جزاك الله العظيم. جزاك الله خير يا حبيبي، ربنا يبارك في عمرك يا رب، وتيجي تنورنا بقى الحلقه الجايه ان شاء الله يا ابراهيم. ماشي؟ موافقون؟ موافقون. موافقون. طيب حبيبي سلام عليكم. عليكم السلام. نكمل. انا عايز نكون جاهزين كده على طول. يلا ها. ايوه كده يكسبوا ما شاء الله، ربنا يبارك فيكم حبايبي. المهم سيدنا ابو بكر حبايبي كان يعمل ايه؟ اهل الحي عنده كان ناس بسطاء جدا، كانوا بيعملوا ايه؟ كانوا عندهم اغنام فكانوا بيشربوا اللبن بتاع الغنم. مين اللي يحلب لهم الغنم بتاعهم؟ تخيلوا ابو بكر الصديق. في يوم من الايام بعد ما مات النبي عليه السلام ابو بكر بقى خليفة رسول الله على المسلمين،
بقى هو اللي بيحكم الدولة الإسلامية. تخيلوا واحد بقى بيحكم الدولة الإسلامية بكل البلاد دي كلها ومش فاضي طبعا، ورغم ذلك برضو قال الناس قالوا ايه؟ قالوا بس خلاص ما دام ابو بكر بقى الخليفة مش هيبقى فاضلنا بقى خلاص ولا يحلب لنا الغنم ولا اي حاجة. قال ابدا والله لازم احلب لهم الغنم زي ما كنت بحلبه على ايام النبي صلى الله عليه وسلم. قلت لي انك عندك نشيد صح؟ عندك نشيد ولا عندك ايه؟ مين اللي كان عنده نشيد تاني؟ انتي؟ طب اختي يارا اديها المايك معلش. ايوه اتفضلي. اسمك ايه؟ هجير. هدير، اتفضلي يا هدير. الله ربنا من خلق البحار والزرع والشجر، من أجرى السحاب، من أنزل المطر. الله ربنا من خلق الأطفال والناس والرمال، من خلق العصفور والقط والطيور. الله ربنا. مين تاني عنده نشيد؟ اتفضلي يلا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. صدق الله العظيم. جزاك الله خيرا. أنا هقول حديث يا شيخ. اتفضلي. عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت أيوة ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في بيته. أيوة كده. قالت كان يكون في مهنة أهله، تعني في خدمة أهله. الله. فإذا جاء وقت الصلاة ذهب إلى الصلاة. الله، هو ده نفس الموضوع اللي احنا بنتكلم. لا ما احنا واحدة واحدة هناخدكم يعني ايه، مش كل مرة واحدة كده هنتكلم شوية وبعدين ناخد مجموعة. هو ده الحديث اللي احنا كنا بنتكلم عنه، ان النبي كان في بيته كان في قمة التواضع، ما بيدخلش بقى عامل بقى يعني زي ما بعض الرجاله النهارده مثلا يخش البيت داخل بقى مكشر وعامل 7 رجاله في بعض مضغوطين في فايل واحد، وبعدين يخش بقى بالبيت يقعد يزعق ويشخط ويخبط ويكسر الكراسي. كل ده ليه؟ عشان الغدا ما جهزش والغضنفر وصل ولازم ياكل دلوقتي حالا، فطبعا قاعد بقى داخل مخنوق يعني. انما النبي ما كانش يعمل كده. النبي كان يعدي على بيوته ال9 صلى الله عليه وسلم، يقول عندك طعام يا عائشه؟ تقول له لا ما عنديش يا رسول الله. يعدي على جويريه، عندك طعام يا جويريه؟ لا ما عنديش. على صفيه، حد ما يعدي على بيوته ال9 ما فيش ولا لقمه يقول فاني صائم. طبعا الكلام ده كان بالنسبه للصيام النوافل يا حبايبي، اما صيام رمضان لازم نبيت النيه من امتى؟ من بالليل. خدتوا بالكم؟ طيب ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه كان في يوم من الايام كان ليه موقف جميل جدا جدا جدا. ايه اللي حصل؟ كان في ست عجوز يعني ايه وملاش حد يخدمها خالص خالص بالمره، وما كانتش تعرف ابو بكر الصديق، ما كانتش تعرف شكله، تمام. وبعدين ابو بكر الصديق كان يروح لها كل يوم بعد صلاه الفجر، ينظف لها الخيمه بتاعتها ويكنسها لها ويحضر لها الاكل ويجهز لها الميه ويحط لها كل الحاجات ديت ويمشي، وما يعرفهاش ان هو ابو بكر. فجه سيدنا عمر سمع عن الست ديت وحب ان هو يروح عشان يخدمها، فجه يروح لها كل يوم يلاقي البيت متوضب ومتنظف وزي الفل. فمين اللي بيعمل لك حاجه ديت؟ تقول له راجل من اقصى المدينه بس ما اعرفش اسمه ايه. لحد ما سيدنا عمر قال بس انا اروح بدري واستخبى له واشوف مين اللي بيعمل كده. فراح واستخبى له، فجاه لقى مين اللي طالع من الخيمه؟ سيدنا ابو بكر. فقال يا خبر ابيض، هو انت اللي بتعمل الخير ده كله يا ابو بكر؟ والله لا اسابقك الى خير ابدا يا ابا بكر. قد ايه يا حبايبي الإنسان لما يكون متواضع الناس بتحبه. الناس بتكره الإنسان المتكبر. ممكن أطلع على الشاشة وأكلم الناس من طراطيف وأقعد أكشر كده وأتكلم وأتعجرف، كل الناس هتكرهني. إنما لما أكون متواضع ومؤدب ومهذب وانا ماشي في شارع، بدل ما اقعد انفخ عضلاتي كده لا امشي كده متواضع، بدل ما انا ماشي في الشارع عمال ابص للناس كده شظر كده بقرف، لا ابص لهم وانا مبتسم. اللي يقول لي السلام عليكم ما اقولوش انت ابن مين في مصر انت مش هتسلم عليا، انت ما تعرفش انا مين يا ابني، فاهم ازاي؟ وبعض الناس ممكن يجي واحد يسلم عليا تمام، فبدل ما ارد عليه السلام يقول لي مثلا السلام عليكم، فانا مستكبر ان انا ارد عليه السلام، فيقول لي السلام عليكم اقول له هاي او قاي او صاي او فاي اي حاجه، او هاو ار يو نحمدوه او الحاجات ديت. لا، لما نسلم على الناس ونتعامل معاهم معاملة طيبة بفضل الله. ليه؟ لأن اللي أمرني في كده مين؟ ربنا. واللي أمرني في كده برضو مين؟ نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام.
سامع مدني؟ طيب لما نعوز نتواضع مع مين بقى حبايبي؟ ها طيب معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا فاطمة؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ الحمد لله. انت بتتكلمي منين؟ انا مش سامع صوتك خالص. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك يا فاطمة؟ بتكلم من اكتوبر. من اكتوبر. انا بحسبك بتتكلمي من ورا ستارة، اصل انا صوتك ضعيف خالص. طب سمعيني صوتك، ما دمت انت في اكتوبر يبقى اكيد جنبينا يعني. بحبك في الله. ربنا يخليك يا فاطمة. ربنا يخليك يا فاطمة. عندي اقول لك الفاتحة. يا رأي دي الفاتحة يا ستي. يلا ماشي. يلا اسمعوا فاطمة وتقرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. جزاك الله خير يا فاطمة، ربنا يبارك فيكي ما شاء الله. تيجي تنورينا الحلقة الجاية ان شاء الله يوم السبت الجاي يا فاطمة. معانا ضيوف جداد. فين المايك التاني؟ فين المايك؟ هات المايك عشان نتعرف بضيوفنا الجداد. يلا دي المايك بسرعة كده، وصلوا لبعض. يلا بسرعة، ادوا 3 على كل اسم. اسمي نوران. ها اسمي ندى. ندى ايه؟ ندى السيد. وانت اسمك ايه؟ محمد السيد. محمد سيد. اخوكي؟ طيب ما شاء الله، اهلا بيكم. نورتونا في قناة الناس الفضائية على نايل سات تردد معرفوش مرحبا بكم في السماوات الفضائية يعني نورتونا الحمد لله في برنامج حكايات عم محمود. حد فيكم حافظ نشيد حلو؟ حاجة حلوة؟ ادي ندى. يلا يا ندى. الإسلام غيرني كتير، له فضل عليا كبير، خلاني أشوف النور، حسسني بطعم الخير، خلاني ما أحبش عادي وأحب الناس وبلادي، وإن قلت الكلمة هوفي وهقول حاضر في معادي، وإن كنت حزينا دايما من اللي يخبط على بابي. الله يبارك فيك. ادي لسارة. يلا يا سارة، عايز تقولي النهارده؟ يلا محمد نبينا. علي صوتك. محمد يلا جميل. نبينا. لا بصي ارمي اللبانه وبعدين قولي بقى محمد نبينا عشان بس ممكن ده انتاج يا مدني. ما انت شايف يا ابني عينيها خضر طالعه لي. يلا يا ساره علي صوتك. ها قرب المايك. من نور هدينا منك يا حبيبي نور سطع المدينة بن صلى صلاته وحل بصفاته يا بخت اللي بظله ماشي شو عارف ممانه يا إيماننا يا رحيم يا إمامنا يا أمين يا سند للمسلمين يا حبيبي يا محمد يا ابن عبد الله. تمت الرسالات تمام والحبيب مسك الختام وبصلاته وبصيامه بدأ أصلي وراه. جزاك الله خير يا سارة، ربنا يبارك فيك يا رب. ها مين تاني عنده موهبة جديدة جميلة؟ ها طيب ادي لأول واحد ده. ادي أول واحد ده. يلا يا جميل هتقول ايه؟ طيب يلا قول. مالي هذا مال الله فرض الله علي زكاة أتصدق بالمال وأعطي من يحتاج لفضل الله أعطي سائلا لا أنهره لا أبخل بالمال عليه أعطي يتيما لا أقهره هذا حق الله إليه. جزاكم الله خير حبيبي. اسمك ايه؟ اما احنا هناخد كله الدور مش احنا اتفقنا مع بعض واحده هناخد مع بعض. بس معانا ندى من الفيوم ما نقدرش نسيبها كده ماشي عشان هي مش فاضيه. بعد المكالمه هتروح تصطاد كتاكيت. يلا يا ندى. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. دي كبيره ندى لو حسيبها صغيره. ازيك يا عمو؟ ده 2 بيتكلموا ولا واحد؟ 2 ولا واحده؟ انا بحبكم. واحده. مين معايا؟ أنا ندى.
ازيك يا ندى؟ اصل انا سمعت اتنين بيتكلموا. ازيك يا ندى من ندى؟ الفيوم. حد بيلقنها. حد بيلقنها. طيب ندى الساعي. طب وطي التلفزيون شويه يا ندى ممكن؟ وطيت التلفزيون. طيب ازيك يا ندى؟ ازيك يا عمو؟ عندك كام سنه؟ 50. 50. جزاك الله خيرا ما شاء الله. ده انت كده قد والدتي. طيب يعني ممكن اقرا قران؟ اتفضلي يا حبيبتي. قل هو الله احد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. انت جميل خالص ما شاء الله ما شاء الله. بحبك في الله. تيجي تنورينا ان شاء الله الحلقه اللي جايه ان شاء الله. عندك كام سنه؟ ها 3. كام؟ 5. 5. ماشي كويس ما فيش مشكله. تعالي 5 سنين. طيب يا حبيبتي يلا نكمل مع بعض. حلو كده يعني ما شاء الله جاهزين. ربنا يبارك فيكم كده. معانا مريم الجيزه. طيب بعد اذن حضرتك معايا مريم الجيزه معلش ما اقدرش اتاخر عن بتوع الجيزه. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله. كويسه الحمد لله. الحمد لله. اخبارك ايه مع التواضع بقى؟ الحمد لله. متواضع كده يا مريم مع الاسره ومع الزمايل في المدرسه وكده؟ ها ولا لسه شويه؟ لا اهم حاجه التواضع حبيبتي. الانسان لما يكون متواضع الناس كلها تحبه وتقدره وربنا بيرفع قدره بقى في الدنيا وفي الاخره لما يكون متواضع. اما الانسان المتكبر ده بقى اللي هو ماشي منفوخ كده عامل زي الطاووس كل الناس بتكرهه. حبايبي خليكم معايا. لا خليكم معايا خليكم معايا. امتحاناتي بكره انا واخواتي. امتحاناتك بكره ربنا يوفقك يا رب. قولوا امين. انا ومجاي وسندس ما حدش يتكلم وابراهيم. على جنب. خليكم معايا. عندك امتحان ايه بكره يا حبيبتي؟ انا بكره قران. قرآن ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك. عندي حديث عن الصدق. اتفضلي يا حبيبتي. عن ابي مسعود رضي الله عن النبي صلى الله عليه انه قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنه وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي إلى النار وأن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. جزاكم الله خير. ربنا يبارك فيك يا رب واحفظك. تيجي تنورينا الحلقة الجاية إن شاء الله. معك أمي. طيب حاضر. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا يبارك في حضرتك يا رب ويبارك فيك والله بندعي لك كلنا. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يخليك. ربنا يكرمك. اسالك الدعاء لاولادي واولاد المسلمين جميعا كلهم. ربنا يبارك في اولاد المسلمين. الازهر هيمتحن بكره كله ان شاء الله دعوات كده. ربنا يوفقهم جميعا ان شاء الله جميعا بالنجاح ان شاء الله. ربنا يكرمك يا رب ويبارك في حضرتك يا رب. بندعي لهم والله على طول. الله يخليك. ربنا يبارك فيك يا رب. ربنا يبارك فيك يا رب. جزاك الله كل خير. الله يبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نكمل. يبقى نتواضع مع مين بقى؟ نتواضع اول حاجه خليكم معايا. هتقول حاضر. هنتواضع اول حاجه مع مين؟ مع الوالدين، مع الاب والام، صح كده؟ ما ينفعش بقى ان مامتي بتنادي عليا تقول لي يا محمد معلش انا مش فاضيلك، انت مش عارفه انا مين؟ انا دلوقتي في ثالثه اعدادي وبقيت راجل كبير وبقى لي مكانتي في المجتمع، فما ينفعش ارد عليك من اول مره. فيعني لازم برضه يعني ايه ان انا شويه كده. ما ينفعش لان الام والاب دولت ربنا اللي امرنا ان احنا نبرهم. قال جل وعلا ان اشكر لي ولوالديك، وقال جل وعلا وبالوالدين احسانا. الله جميل قوي قوي ان اكون متواضع مع الام والاب. اعمل ايه يا حبايبي؟ اول ما اقوم من النوم اول حاجه اعملها بعد ما اصلي مباشره اروح امسك ايد الام واقبلها وايد الاب واقبلها. جميل قوي قوي. الطفل لما يطلع من هو صغير كده ويقبل ايد امه وايد ابوه عمره ابدا في يوم من الايام ما يقدر يفتح عينه ولا يعلي صوته على امه ولا على ابوه، صح ولا لا؟ انما لو بقى من صغره بقى مستكبر انه يبوس ايد امه او مستكبر انه يبوس ايد ابوه هيطلع بعد كده يتكبر، ولما بعد كده يبقى عنده منصب وعنده فلوس ممكن يستغنى عن الام والاب وما يسالش فيهم ولا يعبرهم ولا حتى يتصلوا عليه حتى يعني يقوم قافل السكه في وشهم ولا يكلمهم خالص. انما من الاول كده عايزين نعلم اولادنا ان هم ايه يكونوا متواضعين مع الام والاب. مامتي قالت لي يا محمود انا عايزاك حبيبي تكنس لي كده الاوضه. حاضر يا امي تحت امرك. ما اكنس لك الصاله كمان بالمره.
يا ريت حبيبي ربنا يبارك فيك. طب ما خد لك الطرقه معاها بالمره. يا سلام يا حبيبي ربنا يخليك. ما تنساش بقى السلم بالمره. يعني ايه يعني المهم يعني نظبط المساله مع الام والاب. هو حد يتكبر يا ابراهيم عايزك تنزل يا حبيبي تشتري لي حاجات من السوق. عينيا يا امي ما اقولش ايه ده انا اشيل الشنطه وامشي واروح اشتري وزمايلي يقولوا لي انت شغال خدام. مش بعض الاولاد بيقولوا كده؟ بعض الاولاد كانوا ايه يلاقوا ايه ولد يلاقوا الولد مثلا راح يشتري حاجات لمامته يقولوا له ايه ده انت شغال خدام. مفيش حاجه يا حبايبي اسمها خدام. ما دمت انا بقدم خدمه لمامتي وبابايا واخواتي ما بقاش خدام. ابقى اسمي ايه؟ اسمي ولد بار بام وابويا. اسمي ولد محترم وبقدر المسؤوليه وبتعاون معاهم وبنتشارك كلنا. الام بتتعب علشان تاكلنا وتشربنا. ها هي بقى خدامه؟ لا مش خدامه ابدا. بتاكله وتشربني ويبقى في ميزان حسناتها. الام بتغسل لنا اللبس بتاعنا بقت خدامه؟ برضه لا. الام هي اللي بتظبط لنا كل حاجه في البيت وبتظبط لنا الشقه وتروقها وتخليها زي الفل بقت خدامه؟ ابدا. احنا كلنا بنتعاون. الام بتوضب والاب يروح يشتغل ويجيب فلوس واحنا نروح نساعد ماما نساعدها في ترويق البيت ونساعدها في شراء الحاجات ونساعدها حتى في كل حاجه في البيت. البنات يساعدوا مامتهم في المطبخ والاولاد يجيبوا الحاجات من بره ويساعدوها في ترويق البيت. ما فيش حد اسمه خدام. كلنا اسره متعاونه. يبقى كده ده اول حاجه في التواضع. تاني حاجه حبايبي في التواضع التواضع مع مين؟ مع الاقارب. ما ينفعش اقول ايه اصل ابن عمي ده اصله فقير جدا جدا فانا عشان بابايا بقى غني فلازم اعرفه انا مين وهو مين. ولا هو مش عارف انا مين فلما يكلمني يقول لي السلام عليكم يا فلان اقول له انت عايز ايه؟ عايز اجي لك اقعد معاك شويه. مش فاضيلك. ليه؟ لان انا غني وهو فقير. لا ما اعملش كده لان كده ايه؟ كده حرام. لازم اكون متواضع. مش مهم بقى ان انا اكون غني ولا هو فقير ولا بتاع ده كله. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. الله جميل قوي. طب معانا عبد الرحمن بالجيزه ناخده ولا نسيبه؟ ما اقدرش اتاخر على بتوع الجيزه. السلام عليكم. الو السلام عليكم. ازيك يا عبد الرحمن؟ ازيك انت؟ ازيك انت؟ عامل ايه؟ ازيك انت؟ انت كويس؟ الحمد لله كويس. انت صاحي من النوم ولا لسه ولا نايم؟ ها عبد الرحمن اوعى تكون نمت تاني. انت نمت منه ولا ايه؟ صاحي. انت صاحي؟ امال انا مش حاسس ليه انت صاحي؟ طب وطي التلفزيون عشان تسمعني. وطي التلفزيون. وطي التلفزيون. ما انا وطيته اهو. طب شيل الفيشه واسمعني من التليفون. بيقول لك شيل الفيشه. لا ما تشيلش الفيشه انا بضحك معاك. وطي التلفزيون بس واسمعني من التليفون. عبد الرحمن عندك كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين جميل قوي ما شاء الله. بقول لك عايزك اصور معاك. عايز تيجي تصور معايا؟ تعالى يوم السبت اللي جاي انا في انتظارك. ماشي عشان تشوف مدني كمان جاي من الحج بقى كده ومظبط نفسه ومروق الامال يعني. ماشي يا حبيبي. يلا يا عبد الرحمن نكمل. ومعانا مصطفى من القاهره برضو ما نقدرش نوقف بتوع القاهره معلش. مصطفى السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا مصطفى؟ الحمد لله. عامل ايه يا حبيبي؟ كويس. منين من القاهره يا مصطفى؟ من الاميريه. من القليوبيه؟ من الاميريه. من الاميريه. اصل انا سمعت القليوبيه. طيب ربنا يبارك فيك يا حبيبي. ازاي اخبارك عامل ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه حبيبي؟ عندك كام سنه؟ عندي 9 وحبه. 9 وحبه. حلو قوي جميل. تعالى لي بقى بالتسعه وسيب الحبه في البيت اليوم السبت الجاي ماشي؟ حاضر. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. حافظ نشيد تقوله لنا كده ولا حاجه؟ عندي دعاء. قول يا حبيبي الدعاء. يا رب يا رحمن يا خالق الانسان. قول. امرت بالاحسان في محكم القران. يا رب يا رؤوف بعبدك الضعيف. امرت بالمعروف ونجدة الملهوف. جزاك الله خير يا مصطفى. ربنا يبارك فيك. الكل في حماك. تعالى بقى كمل النشيد يوم السبت الجاي ان شاء الله وانا في انتظارك ان شاء الله حبيبي. ربنا يبارك فيك يا رب. نكمل. عشان ما حدش يزعل بقى. مين تاني عايز يقول حاجه؟ ها انت قلت ادي اللي جنبك. قول اللي جنبك. عايز تقول ايه؟ هتكلم انجليش. لا انجليش لا مالناش في الانجليش. احنا في ادي اللي جنبك. طيب هقول صمتان. ها هقول صمتان. ايه؟ هقول صمتان. طب طب ادي. طب اللي جنبك. طيب ادي اللي جنبك. اللي ايوه انت ايوه يا ابو احمد. ايوه انت قول. عايز تقول ايه؟
مش محضر حاجه، ادي اللي جنبك. انا عارف حافظ نشيد. قول يا حبيبي. كتكتي يقوم الصبح يقوم يسبح، والعصفور يشوف النور يطير ويفرح. الصلاة حلوين هي عماد الدين، يلا بينا نقوم نصلي لجني نفرح، ونصوم في رمضان صحة للإنسان، ربنا يبارك لي في عيني لجني نفرح. جزاكم الله خير يا حبيبي. ادي اللي جنبك، اللي جنبك بالدور كده. ها عايز تقول ايه؟ قل هو الله أحد. قول يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. اخر واحد عشان لسه بقى هنكمل بعد كده. قول. أحب أبي لأن أبي عطوف طير قلبي، وفي صحبي وفي نومي أغني عشتي يا أمي، وتحكي لي معلمتي فيحلو دائما وقتي. جزاكم الله خير يا حبيبي، ربنا يبارك فيك. نكمل مع بعض. ناموا تاني يا مدني، يلا. جميل قوي. نتواضع مع مين كمان يا حبيبي؟ نتواضع مع زمايلنا واصدقائنا. اجي في المدرسه بقى، انا بقى بابايا غني فبيوصلني بعربيه خاصه ومعايا سواق خاص، وممكن يكون بابايا عنده اكتر من عربيه، فيوم اروح اركب معاه العربيه البونتيك الخضراء والسواق الفستقي، واليوم الثاني اركب معاه في العربيه الصفراء والسواق البندقي. المهم يعني ايه، فكل يوم سواق شكل وعربيه شكل وطقم شكل. صاحبي بقى اللي جنبي بقى في الدكه اللي جنبي فقير يا عيني، بابا ما عندوش غير بسكليته زنطوطه كده بيركبني قدامه ويوصلني لحد هناك، تمام. وساعات البسكليته بتكون نايمه فماخدني على كتافه ووصلني لحد المدرسه. ما اجيش بقى اتكبر عليه واترسم عليه، بالعكس اجي اعمل ايه عشان احسسه ان احنا مسلمين. المسلم اخو المسلم، صح كده؟ المسلم والمسلم كالبنيان يشد بعضهم بعض. يبقى جميل قوي لو كان معاه مثلا 5 6 سندوتشات، او مديله سندوتش او 2 وانا اخد الباقي مفيش مشكله. لو برضه ليا صديق برضه فقير تاني اديله برضه، عشان تبقى كده في ايه، تواضع ومعامله طيبه كده، ويبقى الانسان محبوب. انتوا حتى اكيد في الفصل بتاعكم يا حبايبي هتلاقي نفسكم بتحبوا واحد كده في الفصل. ليه؟ عشان الولد ده ما شاء الله متفوق جدا ومتواضع ومؤدب جدا، صح كده ولا لا؟ وساعات يبقى في الفصل ولد كده متكبر وعمال يبص للاولاد كده من فوق كده، تمام، وبيعملوا معامله وحشه، وممكن يكون بيضربهم كمان وبيتعامل معاهم معامله سيئه. الكل بيكون ايه، بيكرهه، صح ولا لا؟ طيب، من ضمن الحياه يا حبايبي، من ضمن الحياه في التواضع في الكلام، ان انا لما اجي اتكلم يبقى كلام متواضع. ما اجيش اقول ايه، على فكرة ده انا عندي كذا وانا بعمل كذا وانا عندي مواهب كذا وانا احسن من فلان واحسن من فلان، وفلان ده احسن مني في ايه، ده انا احسن من كل الناس ديت، ده انتوا ما تعرفوش المواهب اللي عندي والقدرات اللي عندي، ده انا لو وريتكم المواهب اللي عندي ده انا هتشوفوا كذا وكذا وكذا، ده انا لو وريتكم اقعد كده اتكلم مع الناس بكبر. لا، ده الانسان اللي عنده مواهب واللي عنده قدرات لما تيجي تسأله يقول أنا ما عنديش أي حاجة، إنما هو ده فضل ربنا سبحانه وتعالى عليا. أنا إن كنت ربنا رزقني بأي موهبة فكل ده بفضل ربي سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله، هو إيه اللي خلى يعني المولى سبحانه وتعالى خسف بقارون؟ عارفين قارون؟ قارون ده كان عنده كنوز قد كده كتير جدا جدا. المفاتيح بس يا حبايبي بتاعت الخزائن بتاعته، عارفين إيه المفتاح؟ المفتاح بيبقى صغير والخزنة بتبقى ايه، كبيرة، صح ولا لا؟ المفاتيح بس بتاعت الخزائن بتاعته كان لما يجي 10 رجاله اقوياء ضخام جدا يحاولوا يشيلوا المفاتيح بتاعت الخزائن ما يقدروش. جم الناس بقى الطيبين نصحوه، قالوا له يا قارون ربنا اكرمك وانعم عليك بالنعم دي كلها واداك المال ده كله، فما تنساش بقى فضل ربنا عليك واشكر ربنا على النعم ديت، واستعمل المال ده في طاعة ربنا وفي مرضات ربنا، وما تنساش حق الفقراء واليتامى والارامل. قال لا لا لا، انتوا فاكرين ايه؟ انتوا فاكرين ان ربنا هو اللي اعطاني المال ده؟ قال انما اوتيته على علم عندي، ده انا راجل فهيم وراجل كسيب، واحط ايدي في التراب يبقى ذهب، واحط القرش يجيب 100، ده انا اللي ما شاء الله عقليه تجاريه فذه، وانا اللي انسان ذكي جدا، وجبتها بالشطاره وبالفهلوه، ولبست ده السلطانيه ولبست ده العمه، وعملت وسويت لحد ما جمعت ايه، الثروه الكبيره دي. وراح قارون يا حبايبي راح خارج قدام الناس بقى متباهي ومفتخر ومتكبر، ولبس أبهى زينة، ولبس
أثواب كده فيها نقوش من الذهب، وركب بالخيول الجميلة وخلى الوفد يطلع قدامه وناس وراه والحراسة، ويعني وفد كبير جدا جدا، وهو ماشي بقى عمال يتبختر في الزينة. الناس بقى أصحاب القلوب التعبانة اللي هم يعني مش مرتبطين بالدين قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا بخته، يا ريتنا عندنا زيه عشان نبقى كده أغنياء زيه ونمشي نتمختر كده ونتكبر ونتباهى. وأهل العلم قالوا لا، ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. إيه اللي حصل يا حبايبي؟ النتيجة لما قارون استكبر إيه اللي حصل؟ فخسفنا به وبداره الأرض. يا الله، يعني إيه خسفنا يا حبايبي؟ يعني الأرض اتفتحت وبلعت قارون، مش قارون وبس، لا، والبيت بتاعه والخزائن بتاعته وكل حاجة اتبلعت تحت الأرض واتقفل عليه. يا الله، معقولة ده يكون جزاء الكبر؟ جزاء الكبر. طب معانا تليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله، كيف حالك؟ الحمد لله. ايه رأيك في قصة قارون؟ جميلة جدا. لو واحد عمل زي قارون ينفع يبقى كده راجل مسلم وملتزم ولا يبقى اي كلام؟ لا، اي كلام طبعا، لان طبعا قارون ده كان شخصية وحشة، واحنا المفروض نكون متواضعين زي النبي صلى الله عليه وسلم. عندك كام سنة عبد الله؟ عندي 11 سنة. ما شاء الله حبيبي، ربنا يبارك في عمرك. ممكن اقرأ آية من القرآن؟ اتفضل حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. جزاكم الله خير يا عبد الله. وابتدأ للفلسطينيين طبعا بندعي لهم كل حلقة حبيبي، ربنا يبارك فيك. وادعي لي في ظاهر الغيب عشان عندي امتحانات ان شاء الله. ربنا يوفقك ويوفق كل الطلاب المسلمين، قولوا امين. ربنا يبارك فيك. كمل. معانا تليفون تاني. مين معايا؟ مدني احمد من القاهرة. السلام عليكم يا احمد. الحمد لله. بقول لك السلام عليكم. بقول لك السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام. ازيك يا احمد؟ ايه؟ لا ده مدني بيقول لك انت زعلان ليه، مش انا. انا ما اتكلمتش. ازيك يا احمد؟ يا احمد. نعم. يعني مش عارف اقول لك ايه، اتكلم. طب وطي صوت التلفزيون، وطي صوت التلفزيون، ووطي صوت اختك اللي جنبك واتكلم. ايه؟ وطي صوت التلفزيون ووطي صوت اختك اللي جنبك واتكلم. ها، يا اما تديها الميكروفون وتخليها تعيط على الهواء. طب خلاص يا احمد. اللي بعده في حد؟ طب اللي بعده. خلود. اي. ازيك يا خلود؟ الحمد لله. ربنا يبارك فيك. عندك كام سنة؟ 9 سنين. 9 سنين، ما شاء الله، ربنا يبارك فيك يا خلود. عندك امتحان بكرة؟ امتحان ايه يا خلود؟ مش عارفة لسه. مش عارفة؟ ما شاء الله. ما هتمتحن ايه؟ تروح كده. انا انت عملت زي يا خلود. انا مرة كان عندي امتحان وانا في تانية كلية، فكنت انا بقى مذاكر مذاكرة حلوة قوي. كان عندي مادة اسمها انثروبولوجيا، وانا كنت مذاكر علم انثروبولوجيا اسمها كده، وانا كنت مذاكر حاجه اسمها ماده علم الاجتماع. ورحت هناك ومذاكر بقى ومظبط الدنيا، وجات لي ورقه الامتحان مجهز نفسي بقى ان انا هجاوب علم الاجتماع. ففجاه لقيت الانثروبولوجيا. انا اول ما شفت الورقه لقيت نفسي في الهمبلايس، والحمد لله رب العالمين. يعني الحمد لله طلعت بالماده دي في السنه دي الحمد لله. سقطت فيها الحمد لله رب العالمين. ها، انت عندك بكره مش عارفه امتحانات بكرة. طيب يا ست، ربنا يوفقك يا رب ويوفق كل طلاب المسلمين. انا عندي يوم الخميس الامتحانات. يوم الخميس، ما شاء الله. انا بحبك في الله يا شيخ محمود. ربنا يخليك يا حبيبتي. ربنا يخليك، وان شاء الله خلاص يوم الخميس الامتحانات وجيني يوم السبت ان شاء الله. ماشي؟ ربنا يبارك فيك حبيبتي. كمل. طب معانا اتصال من السعوديه، ما اقدرش ازعل السعوديه بصراحه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ازيك يا عبد الرحمن؟ بحبك في الله والله. ربنا يبارك فيك يا حبيبي. انت مصري ولا سعودي؟ ربنا يجعل في ميزان حسناتك ان شاء الله. الله يخليك يا عبد الرحمن.
ممكن اقول نشيد؟ اتفضل يا حبيبي. ابدأ ليك يعني. اتفضل. إليك أبعثها من مهجة عشقت أخوة الدين، هذا مبدأ العبق. إني أحبك في الرحمن فادع لمن يرجو بحبك ظلا ساعة العرق. ولا تظنن بي سوءا فذا كلمي مسطر في كتابي ثم في ورقي. فإن أكن صادقا فالله أعلم بي، وإن أكن كاذبا فالذنب في عنقي. ما شاء الله ما شاء الله يا عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك يا حبيبي. انت مصري وقاعد في السعودية ولا سعودي؟ لا مصري. طيب ربنا يبارك فيك يا حبيبي ويبارك في أسرتك، وإن شاء الله لما تيجي مصر إن شاء الله تيجي تنورنا يا عبد الرحمن. ماشي يا عبد الرحمن، ربنا يبارك فيك. نكمل بقى. يبقى شفتوا بقى اللي حصل لقارون لما استكبر. ايه اللي حصل يا حبايبي؟ اتخسف بيه في الارض ويفضل مخسوف بيه لحد يوم القيامه. لا ده في واحد تاني كمان مثال كبير جدا للكبر. عارفين مين؟ حد عارف مين؟ مين تاني كان متكبر ومشهور قوي انه متكبر؟ ها؟ فرعون. فرعون. يا خبر ابيض، ده فرعون ده كان مشكله. كان بيقول ايه؟ بيقول ما علمت لكم من اله غيري. قالكوش اله في الدنيا دي غيري انا. ايه اللي حصل؟ وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. شفت قد ايه ربنا أجرها من فين؟ من فوق. غرقوا في البحر وخلاص وبقى عبرة. مين تاني كان مستكبر جدا جدا ومشهور برضو؟ ها؟ ده أشهر واحد مستكبر بقى. حد عارف؟ مين؟ قول. ها؟ مفيش حد. ده أكتر واحد مستكبر يعني. ده هو سبب كل المشاكل اللي الناس فيها دي كلها. مين؟ إبليس. إبليس صح كده؟ مش أبى واستكبر؟ مش لما ربنا أمر ان هو يسجد لآدم سجود تحية مش سجود عبادة، رفض وقال لا خلقته من طين وخلقتني من نار ومش ينفع ان النار تسجد للطين والكلام ده كله. ايه اللي حصل؟ ربنا سبحانه وتعالى قال له فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي. خلاص بقى يعني ايه؟ لعن وطرد من رحمة ربنا بسبب ايه؟ بسبب الكبر. كان ممكن إبليس يسجد سجود التحية، او حتى لو ما كانش ساجد كان ممكن يعتذر لربنا. يا رب انا يعني انا بعتذر وسامحني يا رب واستغفرك واتوب اليك. ابدا ما استكبرش، قعد يبرر الذنب اللي عمله. تمام؟ عشان كده ربنا كتب عليه اللعنة الى يوم الدين. طيب نتواضع فيه كمان، نتواضع في الاكل. محتاجين قوي. ماما حطت لنا اكل، اقول لها ايه ده؟ انا اكل الاكل ده؟ انا اكل بسطرمه وبيض ومش عارف ايه؟ انا ما اكلش غير كورن فليكس ومش عارف ايه. ده قدامنا ربع ساعه، انا مش دعوه، انا متواضع معاك برضو يعني. انا ما اكلش غير كذا ولازم تجيبي لي اكل من مش عارف منين واكل منين. لا، لازم اكون متواضع. الاكل اللي ماما تحطه لنا وللحمد لله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، واكل وسمي واكل كده، وبعد ما ناكل احمد ربنا سبحانه وتعالى. ايا كان بقى الاكل، لو لقمه بشويه فول، لو لقمة بحتة بيض، لو لقمة بجبنة، أي حاجة اللي ربنا ييسره لي آكل وأحمد ربنا. إحنا أحسن من النبي؟ طبعا لا. النبي عليه الصلاة والسلام كان ساعات ما بيلاقيش في بيته إلا تمراية، وساعات ما كانش بيلاقي التمراية نفسها، وساعات ما كانش يلاقي غير المية، وساعات كان يربط على بطنه حجر من الجوع. وده مين؟ سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. نتواضع فيه تاني كمان في اللبس. يعني ايه؟ يعني مامتي نازله او بابايا نازل يشتري لي لبس مثلا، هيشتري لي طقم مثلا بكام؟ ب50 60 جنيه، ب30 جنيه. اقول له لا مش انا مقامي البس الطقم ب300 جنيه. تمام كده؟ واقعد استكبر. ده حلال ولا حرام؟ ده حرام. ليه؟ افرض بابايا هي دي مقدرته، ما يقدرش يجيب لي اكتر من كده، خلاص يبقى انا برضو ايه يعني. وكمان في حاجه بقى حلوه ممكن اعملها. طب افترض ان بابايا غني ويقدر يجيب لي طقم ب500 جنيه، اقول له لا يا والدي، بدل ما اجيب لي طقم ب 500 جنيه هات لي طقم ب 200 جنيه، وبقيه ال 500 جنيه هديها كام طقم كده نلبسهم لليتامى عشان ندخل عليهم الفرحه. صح ولا لا يا حبايبي؟ يبقى ايه؟ التواضع. طب عكس التواضع ايه بقى يا حبايبي؟ الكبر. الكبر ده مشكله. خدوا بالكم بقى، المتكبر ربنا سبحانه وتعالى اعطاه كميه عقوبات كبيره جدا جدا. هقولها لكم حبايبي وركزوا معايا بس بعد ما تصلوا على النبي. أول عقوبة يا حبايبي ربنا بيعاقب بها الإنسان المتكبر إن ربنا ما يحبوش. ربنا ليه؟ إنه لا يحب المستكبرين. يا الله، معقولة أنا أعيش في الدنيا وربنا سبحانه وتعالى بيكرهني؟ حد فيكم يرضى إن ربنا يكرهه؟
دي تبقى مصيبة يا حبايبي، تبقى مصيبة ان فاطر السماوات والارض، ان حبيبي اللي خلق الدنيا دي كلها يكون بيكرهني. ليه؟ عشان انا متكبر. انه لا يحب المستكبرين. طيب الحاجة الثانية، ان الانسان ده لو فضل مستكبر كده طول عمره، يجي عند الموت عياذا بالله الملائكة تفضل تضرب فيه بسبب ايه؟ بسبب الكبر اللي كان عنده. الحاجة الثالثة، ودي مصيبة برضو كبيرة يا حبايبي، انه بعد ما يموت تيجي الملائكة طالعة بالروح بتاعته عشان تصعد بها الى السماوات السبع. اول ما يجي عند اول سماء الملائكة تسأل روح مين دوت؟ روح فلان الفلاني اللي كان مستكبر في الدنيا، اللي كان بيمشي يتعالى على الناس ويستكبر على الناس. يقولوا لا خلاص السماوات مش هتفتح له. ايه الدليل على كده؟ ربنا اللي قال كده، قال جل وعلا إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة إلا في حالة واحدة، حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني لو دخل الجمل من خرم الإبرة يبقى المستكبر يخش الجنة. معناها إيه؟ مستحيل مش يخش الجنة إلا طبعا يعني إيه؟ إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. طيب إيه تاني يا حبايبي؟ ده أنا هقول لكم على مفاجأة صعبة أوي أوي. انتوا عارفين المستكبر ده اللي هو بيتكبر على الناس وبيعملهم كده من طراطيف مناخيره وبيبص لهم من فوق كده، عارفين يحصل له ايه؟ يملي. طب معانا رفيدة من سلطنة عمان. السلام عليكم يا رفيدة. رفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. ازيك يا رفيدة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ محمود، أنا بتكلم من سلطنة عمان. يا أهلا وسهلا بعمان كلها. واسمي رفيدة وعمري 11 سنة. ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا رفيدة؟ وانا حافظه القرآن كله. ما شاء الله ما شاء الله. وحافظه 100 حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. ربنا يبارك فيك يا رفيدة. قلت لي عندك كام سنة يا رفيدة؟ 11 سنة. 11 سنة. ربنا يبارك فيك يا رفيدة. لو بتنزلي مصر يا رفيدة مرة نورينا في البرنامج. ممكن اشارك معاكم في القناة ببعض المحاضرات؟ ببعض المحاضرات؟ ايوه. يعني تيجي تنورينا يعني؟ لا انا عندي موهبة الإلقاء وبحب الدروس والمحاضرات. طيب خلاص لما تنزلي مصر ان شاء الله تنورينا ان شاء الله يا رفيدة. عينيا حاضر رفيدة. ربنا يبارك فيكي وسلامنا لاهل عمان. ربنا يبارك فيكي يا حبايبي. من ضمن المفاجآت حبايبي ان المتكبر ده يجي يوم القيامة. تخيلوا هو مثلا كان في الدنيا طوله 2 متر وعرضه متر وربع، تمام، وما شاء الله وطول بعرض. يجي يوم القيامة تخيلوا هيبقى حجمه قد ايه؟ حد عارف؟ قد النملة. الله يبارك فيك يا رب. يجي قد النملة الصغنطوطة. تخيلوا. ويبقى محطوط في أرض المحشر كده اللي كان متكبر وماشي بيتكلم من طراطيف مناخيره وعمال بيشاول ده كده وشاول ده كده وعمال بيترسم على الناس وبيتأنزح على الناس. يجي يوم القيامة ربنا يحشره على نفس شكله بس قد النملة، يتحط على الأرض المحشر، وكل اللي معدي بقى اللي رايح واللي ايه يفضل ايه؟ يفضل يدوس على النملة دي. يا نهار أبيض. شوف بقى تخيلوا بقى أرض المحشر بقى مش استاد القاهرة، ده من ايام سيدنا ادم لحد يوم القيامه كل المليارات دي كلها يدوسوا عليه. النبي قال ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر اللي هو النمل الصغير يطأهم الناس باقدامهم. يا الله، حد يرضى ان يتعمل فيه كده حبايبي؟ يبقى ما نتكبرش، صح كده؟ طيب كمان ايه يا حبايبي من ضمن العقوبات؟ ان من ضمن الثلاثه اللي ربنا مش هيكلمهم يوم القيامه ولا هيبص لهم ولا يزكيهم، من ضمنهم المستكبر. ربنا سبحانه وتعالى هيتجاهل هذا الإنسان ولا ينظر إليه ولا يكلمه ولا يزكيه، هذا الإنسان المستكبر. كمان في حاجة بقى، ده في مصيبة كمان كبيرة قوي. انتوا عارفين الإنسان المستكبر ده يبقى فينا حبايبي؟ المتواضع هيبقى قريب جدا من النبي في الجنة، والمستكبر هيبقى بعيد جدا عن النبي. لو دخل الجنة يبقى بعيد جدا عن النبي. النبي قال ايه؟ قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. خدوا بالكم بقى. وإن من أبغضكم إلي، الناس بقى اللي أنا بكرههم ما بحبهمش، وأبعدكم مني مجلسا، مين بقى؟ الثرثارون، اللي على طول عمال رغي في الباطل والكلام ده كله. والمتشدقون، اللي بيتكلم كده وهو بيتكلم من طراطيف ليه؟ سبحان الله. والمتفيهقون. قال له وما المتفيهقون يا رسول الله؟ قال لهم المتكبرون. خدت بالكم يا حبايبي؟ طيب كمان ايه يا حبايبي؟ ايه من ضمن العقوبات اللي هتحصل له؟ انه عياذا بالله يتحرم من دخول الجنة، لان النبي قال كده لا يدخل الجنة
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تعالوا نقول الحديث ده مع بعض عشان نحفظه لحبايبنا. يلا. لا يدخل الجنة. علوا صوتكم. علوا صوتكم. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. مشكلة تخيلوا مثقال ذرة قد كده من كبر. ان انا اكون ايه، انا بتواضع بس برضه جوايا كده حاسس ان انا احسن من كل الناس ديت. يبقى في ايه؟ يبقى في كبر في القلب. شفت قد ايه؟ دي مشكلة ان الانسان ممكن يتحرم من دخول الجنة. طبعا مش هيخلد في النار، لكن ايه، لانه موحد، لكن برضه هيتحرم من ان هو يخش الجنة في الاول. تمام. فوق ده كله كمان الجنة والنار قعدوا يكلموا بعض. تخيلوا، صدقيني الكلام ده النبي اللي قال كده. قال صلى الله عليه وسلم احتجت او تحاجت الجنة والنار. قعدوا كده يكلموا بعض. فقالت الجنة يدخلني مين بقى؟ الضعفاء والمساكين. الجنة بتقول انا هيدخلني الضعفاء والمساكين، الناس البسطاء المتواضعين الغلابة اللي اتحرموا من شهوات الدنيا ديت وكانوا عايشين راضيين عن ربنا وبيحبوا ربنا. والنار قالت ايه؟ يدخلني الجبارون والمتكبرون. يوم ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ يقول انت رحمتي، بيقول للجنة انت رحمتي ارحم بك من اشاء، وقال للنار وانت عذابي اعذب بك من اشاء وعلي ملء ايه كل واحدة منكم. يعني هملة الجنة وهملة النار. يا سبحان الله. بعد اللي سمعنا ده كله حبايبي، ناويين نتكبر ولا نتواضع؟ نتواضع مع مين؟ اولا نتواضع للخالق سبحانه وتعالى. يعني ايه نتواضع للخالق؟ يعني وانا بصلي ما بقاش مستكبر وانا بصلي، لا، الله اكبر، اذل نفسي لربنا، احس ان انا واقف بين يدي الملك فاطر السماوات والارض. وانا بسجد ما اسجدش كده وانا مش عايز احط الانف دي في الارض. ليه؟ لحسن الانف تتوسخ او الجبهه تتوسخ، فانا بحط يا دوب طراطيف الجبهه. لا، مكن وشك ومكن جبهتك وانفك من الارض وذل نفسك للخالق. وبدل ما تقول سبحان ربي العلي، لا، انا بقول سبحان ربي ايه؟ الاعلى. الاعلى، انت الاعلى يا رب سبحانه وتعالى، وانا الاذل يا رب، انا عبدك الفقير، انا عبدك الذليل سبحانه وتعالى. يبقى اول حاجه التواضع لمين؟ للخالق سبحانه وتعالى. التواضع لرسول الله. يعني ايه؟ ان لما اسمع ان هي دي سنه ثابته عن النبي انفذها على العين وعلى الراس. ما اقولش ايه، لا يا عم ده الكلام ده كان زمان، تقول لي ايه يعني عايزني اعمل زي ما كان الصحابه والنبي كان بيعملوا؟ لا 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 لا، الكلام ده كان زمان. يبقى ده كبر. انما لما اسمع ان النبي قال كده اقلد النبي، لما اسمع ان النبي امر بكده امتثل امر النبي صلى الله عليه وسلم. التواضع لمين؟ للوالدين. اسمع كلامهم، احبهم وانفذ اوامرهم طالما ما بيأمرونيش بمعصيه ربنا سبحانه وتعالى. اتواضع لقرايبي، لاصدقائي، لجيراني، لاصحابي، لحبايبي. تمام كده. وابعد عن الكبر دائما عشان ربنا يكرمني في الدنيا والاخره. حلوه حكايه النهارده ولا ملتوته؟ حلوه ولا ملتوته؟ حلو. مش سامع. طيب قولوا لحبايبكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله حبايبي الكبار، معادنا يوم الاثنين الجاي مع درس مميز إن شاء الله من دروس فضفضة. ويوم الجمعة درس فضفضة الساعة 9. ويوم الجمعة حلقة أصحاب الرسول الساعة 8:15. وحلقات الأطفال يا حبايبي عشان بس بقى عشان محدش ينسى، الحلقة اللي جاية إن شاء الله هتبقى الساعة كام يا بيدني؟ هتبقى الساعة 5:30 بالظبط. 5:30 يعني ليه جينا يجي الساعة 5 عشان دخول الشتاء بقى، كل سنة وانتم طيبين، فيبقى صعب الأطفال يجوا الساعة 8 بالليل. هتبقى الحلقة الساعة كام؟ الساعة كام؟ سمعوهم. 5:30. هنيجي هنا الساعة كام؟ لا نيجي 5 عشان نطلع 5:30. لكن احنا بنقول للمشاهدين الحلقة ان شاء الله من يوم السبت اللي جاي الساعة 5:30 ان شاء الله. ويعني نلتقي معكم على خير وكل عام وانتم بخير. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.